السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون. اليوم نتحدث على المملكة المغربية وعلى المملكة الإسبانية بطبيعة الحال. كما نعلم جميعنا المملكة المغربية والمملكة الإسبانية دولتان جارتان، وهم في نفس الوقت حلفاء وأعداء. يعني علاقتهم الدبلوماسية والسياسية وحتى علاقتهم الاقتصادية جد متوترة في جميع الأشياء، وخاصة بما يتعلق بالحدود السبتة ومليليا والجزر المحتلة في البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للمغرب. أما بالنسبة لإسبانيا فهذه الجزر جزورها وذو سيادة إسبانية مثل ما سبتة ومليليا. وفي هذه الأيام الأخيرة المملكة المغربية تطالب بشدة بالمياه الإقليمية التي تحيط بالجزر التي تحت الاحتلال الإسباني في منطقة الريف وفي شمال المملكة بأكملها، وأيضا تطالب باسترجاع سبتة ومليليا، وخاصة أن الكثير من الأحزاب الإسبانية يتحدثون على أن إسبانيا لقد سلمت أو لقد اتفقت مع المملكة الإسبانية لحتى أن يتم تسليم هذه المدن في 2030، وحتى أن العديد من الجرائد الإسبانية يتحدثون عن هذا الموضوع ويقولون أن الجزر والمدن سبتة ومليليا لقد سلمهم بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للمملكة، وسيتم تسليمهم رسميا في 2030. لكن كل هذه الأخبار هي فقط لأجل يعني إزعاج أو يعني أن تكون هناك أزمة دبلوماسية بين البلدين، وحتى أن تكون هناك رد من المملكة المغربية أو من المملكة الإسبانية يكذب هذه الأخبار. لكن الحكومة المغربية والحكومة الإسبانية لا يتحدثون على هذا الموضوع أبدا، بل بالعكس يجتمعون. وفي هذه السيمانة اجتمعوا 3 مرات في أسبوع واحد. ووزير الخارجية المغربي يقول أن العلاقة الإسبانية المغربية هي جد جيدا، وأنها علاقة مميزة بين البلدين. ومن الطرف خوسي مانويل الباريس اللي هو وزير خارجية الإسباني يقول نفس الكلام، ويقول أن المغرب دولة حليفة وصديقة للإسبان، وخاصة بعد الاجتماع التي كان أو انعقد بين الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والرئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز في أبريل الماضي في الرباط. وعندما كان هذا الاجتماع فنحن رأينا خطاب بيدرو سانشيز من القصر الملكي في الرباط يقول أن سبتة ومليليا هي مدن إسبانية وذو سيادة إسبانية، ولا يتحدث على هذا الموضوع أبدا مع المملكة المغربية، بل أنهم يتحدثون على مواضيع مهمة للبلدين، مواضيع استقرار ومواضيع السلم ومواضيع العديدة، وخاصة ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية التي كما نعلم جميعنا أن المغرب يترخى في بعض الأحيان لحتى أن يلقي درسا لإسبانيا في هذه الناحية، وخاصة عندما سحب المغرب جنوده أو نعم الحراس الحدود للمملكة مع سبتة. ولقد هاجموا أكثر من 10,000 مهاجر غير شرعي هذه المدن وهذه المدينة ودخلوا إليها بطريقة عنيفة وغير شرعية أبدا. لكن منذ الاتفاق بين المملكة المغربية واعتراف الإسباني بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، فالمغرب يفعل كل ما في وسعه لحتى أن يمنع جميع المهاجرين الغير الشرعيين لوصولهم إلى الأراضي الإسبانية، وخاصة حدود مليليا وسبتة. ورأينا أيضا مجزرة مليليا عندما حاولوا الدخول المهاجرين الغير الشرعيين لهذه المدينة، ولقد يعني تعرضوا لتوقف من طرف المملكة المغربية، والشرطة المغربية تعاملت بقسوة بالنسبة ما تقوله الأمم المتحدة، فأن المغرب تعامل بقسوة وأطلق النار على هذه المهاجرين. لكن بالنسبة للمغرب لم تكن هناك أي ضربة ضد المهاجرين غير الشرعيين، ولم تكن هناك يعني أي إطلاق الرصاص لا من طرف الشرطة المغربية ولا من طرف الشرطة الإسبانية، وإسبانيا تقول نفس الكلام. ولكن العديد من الجمعيات الحقوقية يقولون أن المغرب لقد قتل 70 شخصا،
المغرب يعترف فقط ب37 شخصا لقد قتلوا في حدود ليبيا. وبطبيعة الحال هناك يعني ملف أمام الأمم المتحدة من أجل البحث في هذا الموضوع، سواء من أجل يعني أن يعاقب المغرب وإسبانيا معا ضد هذه الجريمة البشعة التي تقولها الأمم المتحدة. لكن المغرب لم يفعل شيئا إلا دفاعا عن نفسه، لأن الشرطة المغربية كانت تدافع على نفسها، وأيضا العديد من الجمعيات الأخرى من أجل حقوق الإنسان أيضا يقولون أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا مسلحا وكانوا يهاجمون الشرطة، والشرطة فقط دفعت على نفسها. والعديد من الجمعيات الإسبانية في مدينة مليليا يقولون أن المهاجرين الغير شرعيين التي يعني توفيوا في هذه الحادثة البشعة في الحدود بين البلدين أنهم لقد ماتوا خنقا، لأنهم كانوا يعني بدون نظام، وكانوا يهاجمون بعضهم البعض، وفي نفس الوقت يهاجمون الشرطة الإسبانية غوارديا سيفيل والشرطة الوطنية للمملكة المغربية يعني الجندرمية. ولهذا الموضوع يعني كانت هناك الكثير من التساؤلات بين البلدين، وأيضا يعني كان هناك تشويه سمعة المملكة المغربية وتشويه أيضا سمعة إسبانيا، لكن لم ينجحوا كل من حاول تشويه السمعة بين البلدين أو الاستقرار بين البلدين. بالعكس، المملكة المغربية والمملكة الإسبانية مستعدان لإكمال طريقهم إلى الأمام، وخاصة بعد الاتفاقات أبريل في 2022. ولهذا السبب الوزير الخارجية المغربي والوزير الخارجية الإسباني يقولون أن ستكون هناك اجتماع بين الوزراء والرئيس للحكومة الإسبانية والملك محمد السادس في أوائل شهر 1 أو في شهر 2 من هذه السنة القادمة في السنة 2023، لحتى أن يكون هناك يعني نهاية هذه الأزمة ونهاية جميع المشاكل بين البلدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في الأول.